السلام عليكم، كيفتم الحبايب؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك العيد، تعاودوا ان شاء الله وطول العمر وباش ما كتمناو ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى تكونوا عيدتوا مزيانين، وكنتمنى تكونوا عيدتوا بصراحه في احسن احوال. المهم الحبايب، انا رجعت معكم اليوم بفيديو جديد ووصفه جديده. غادي نحضر معكم اليوم اللحم مبخر على طريقتي، وغادي نعرفوا بالخضر بالشلاضه، يعني خضر مسلوقه. المهم بقوا معايا في الفيديو باش تشوفوا معايا الطريقه ديال الشرموله ديال اللحم اللي عم بخر. وغادي ناخذ دابا خديت اللحم تقريبا كيلو ونص ديال اللحم، وعندي واحد البصله مشلضه، وعندي واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، وعندي واحد ملعقه صغيره ديال الملح، وعندي واحد ملعقه كبيره ديال الكمون، وعندي غنعمل واحد شويه ديال الابزار، وغادي نعمل شويه ديال الخرقوم، وغادي نعمل شويه ديال السكينجبر، غير شويه من حاجه. ودابا غادي ناخذ اللحم ديالي وغادي نضيف عليها البصله. انا كتعجبني هذا اللحم مبخر بهذه الشرموله، كيجي اللحم لذيذ، كيجي غزال. غادي نعمل هذا الربع. كاين بعض الناس ما كيعملوش هذه الشرموله هذه، كيعملوا غير الملح والكمون فقط. انا كتعجبني اللحم مبخر بهذه الشرموله هذه، جديده. غادي نعمل الكمون ديالي، غادي نضيف شويه ديال الابزار، غير شويه ديال السكينجبر، غير شتيتو السكينجبر. وغادي نعمل شويه ديال الخرقوم، غير شويه الخرقوم. وغادي نخلط هاد العناصر. غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، غير شويه. وغادي نخلط هاد العناصر مزيان، وغادي نعملو في الطنجره ديالي. ودابا خديت واحد الكسكاس، وغادي نضيف فيه هاد اللحم من بعد ما خلطته مزيان. وغادي نضيف اللحم ديالي، غادي نخليه يتبخر مزيان. من بعد ما غادي يتبخر لي، غادي ندخلو الفران يتقلى شويه. كيعجبني اللحم مبخر، كيعجبني ندخلو الفران شويه، يعني ياخذ واحد اللوين. كيجي اللحم غزال، كيجي رائع مع هاد البصيله ومع هذا الربع. كيجي غزال هاد اللحم مبخر ومعود في الفران، كيزيد يتقلى في الفران، كيجي رائع. بقاو معايا في الفيديو باش تشوفوا معايا الطريقه. ها هو اللحم ديالي هو كيتبخر على ان يطيب. من بعد ما غادي يطيب لي غادي ندخلو الفران. وبقاو معايا باش نوريكم الخضر ديالي. هاي الخضر ديالي هما من بعد ما سلقتهم في الماء مع الملح. ودابا غادي نشحر البطاطا ديالي، غادي نشحرها مع شويه ديال القزبر، شويه ديال الثومه، وشويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار. غادي نشحرهم في زيت الزيتون، ومع الجزر ديالي كذلك فحال. انا غنعمل لهم شويه ديال الزيت كحله، وشويه ديال الربع، وشويه ديال الثومه، وشويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، واللوبيه ديالي حتى هي كذلك. غادي نشحرهم وغادي نرافقهم مع اللحم ديالي. بقوا معايا في الفيديو. عندي ضربه بعد ما سلقتها مع المليحه، وعندي الخس. بقوا معايا في الفيديو باش تشوفوا معايا التقديم ديالي. ونسيت ما ذكرتش معكم الروز ديالي حتى هو غادي نعملو معاهم. بقاو معايا في الفيديو. غادي ناخذ الطرزيل هذا الكبير، غادي نقدم فيه، غادي ندور شويه د الخس، هو الخس ديالي. من بعد ما كملته دابا خديت الرز، ضفت فيه مايونيز وطن ديال الزيت،
وجوج بيضات مسلوقين محكوكين. ودابا غادي ناخد هاد السليفه هادي غادي نقدم فيها الروز ديالي. غادي نعملو على هاد الشكل هذا وغادي نضغط عليه بالملعقه وغادي نعملو في الوسط تبصيل باش نزين التبصيل ديالي. يعني التزيين كيبقى اختياري، زين كيما بغيتي. انا غادي نزين على هاد الطريقه هادي كتجي روعه. كنت حصلت على هاد الشكل هذا كيجي رائع. وغادي خديت الخضر ديالي بعد ما شحرتهم مع الزيت ومع الثومه ومع المعدنوس والصبور وشويه ديال الكمون شويه ديال الابزار ديال الابزار. دابا غادي نضع اللوبيا في التبصيل ديالي. غادي نزين هاد التزيين هذا. يعني التزيين كيبقى اختياري، يعني اي حاجه كتعملها يعني عكس اخرى باش كلشي يعني كيلحق الاتجاه المعاكس. بصراحه كتجي هاد الشلاضه مع هاد اللحم المبخر كيجي رائع. كيجي غزاله من بعد ما كملت الخضر ديالي على هاد الطريقه هادي وعملت هذا ستيدو صغيور، يعني المجلس ديال العيال. دابا غادي ناخد البيضات غادي نزين بهم التوصيل ديالي. ها هو على هاد الشكل هذا حصلت على هاد الشكل هذا. ها هو الدجاج ديالي اللحم ديالي عفوا بعد ما خرجته من الفران تحمر شويه وكملته على هاد الشلاضه من فوق وزينت بالبيض وزينت بالزيتون. والزيتون منتو في باريجو منتو في البيض على هاد الشكل هذا. صراحه البنات التزيين كيبقى اختياري، زين كيما بغيتي. وهاد الاكله هادي كتجي روعه وكتجي غزاله وكتجي خفيفه، يعني بلا مرق بلا والو كتجي روعه وكتستحق التجربه. المهم الحبايب اللي عجبو الفيديو اكيد يخلي لي التعليق ديالو وخلي لي اللايكات ديالو. واللي باقي ما زارنيش في القناه يدخل ويشارك مع الاصدقاء ديالو ويتفعل الجرس باش كيوصلوا الجديد ديالي. وشكرا جزيلا لكم، خليكم الراحه والخير، الى اللقاء.